السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله في الفيديو ده بقى نتعرف على الإيليمنت اللي في ال HTML. يعني إيه إيليمنت وبنكتبها إزاي في ال HTML. حابب الأول قبل ما نشرح الإيليمنت نعمل صفحة بسيطة أو إزاي بنفتح البرنامج أو نسيف أو تظهر الموقع بتاعنا واحدة واحدة. طيب أنا دلوقتي نزلت النوت باد، هتفتحه عادي. ادي النوت باد هيفتح معاك صفحة زي كده. هنعمل حاجة بسيطة عشان تظهر الصفحة بتاعتنا. مش مهم الكلام اللي بكتبه حاليا عشان لسه هنشرحه بالتفصيل الممل في الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله. وهكتب البادي وجوه وهقفل تاج للبادي وهكتب مثلا هلو HTML. هاجي بقى اسيف الكلام ده كتبته، هاجي اسيف. سيف ازاي بقى؟ يظهر لك الويندو دي، سيف في المكان اللي انت عايزه. انا هسيف في المكان، عامل نيو فولدر على الديسك توب. هتيجي تسمي اي حاجه، بس ما تنساش الاكستنشن. يعني انا مثلا هسمي اندكس. ايه الاكستنشن ده؟ يعني عايز تعرف البرنامج دلوقتي او الصفحه اللي انت هتعملها انها هتبقى HTML، فتقول له دوت HTML. هل HTML ولا حاجه ثانيه؟ قال لي ممكن تبقى حاجتين، يا اما HTML يا اما HTM من غير ال، سواء الحاجتين بيساووا بعض. طيب تمام، وتيجي تسيف فهتلاقي الكلام عندك اتلون. عايز بقى تشوف انت كده دلوقتي سيفت في المكان اللي هو الفولدر، هروح الاقي ايه؟ هتلاقي البراوزر بتاعك. يعني هتروح على الفولدر اهو، هلاقي ايه؟ البراوزر بتاعي مسميه بنفس الاسم اندكس. هتدوس عليه كليكين هيفتح معاك الصفحه بتاعتك، مكتوبه فيها ايه؟ مكتوبه فيها الكلام اللي انت كتبته. ايه هو الكلام اللي انا كتبته؟ قال كتبت هلو HTML. طب فين الحاجات دي؟ ما ظهرتش ليه؟ قال لا دي حاجات لسه هنعرفها، يعني دي الحاجات المسؤوله ان انت بتعرف من خلالها يعني الموقع ده HTML وهكذا، لسه هنعرفها بالتفصيل ان شاء الله. ايه اللي هيظهر؟ قال لي اللي هيظهر الحاجات اللي موجوده جوه البادي، جوه كلمه بادي. احنا كاتبين ايه؟ كاتبين هلو HTML، فهتلاقي ظهر معاك على طول هلو HTML. طب ممكن نزود حاجه ثانيه، مثلا اند CSS وتسيف كنترول اس وتيجي تروح للبراوزر تعمل ريفرش، تلاقي عندك اند CSS. سواء الكلام اللي انت هتكتبه كله هيظهر هنا في الصفحه بتاعتك، تقدر بقى تعمل اللي انت عايزه كله في الصفحه. يبقى عرفنا ازاي بتسيف، والكلام بكتبه فين؟ بكتبه جوه البادي. ولسه الحاجات دي كلها نشرحها بالتفصيل، بس قلت اوريكم ازاي بيظهر عشان يكون الكلام كله عملي. طيب تمام، عايزين بقى نعرف في الفيديو ده الاليمنت. الاليمنت حاجه اسمها الاليمنت. طيب نعرف ايه في الاليمنت او يعني ايه الاليمنت؟ قال لي قبل ما نعرف الاليمنت انت عايز تعرف التاجز. مش احنا قلنا كلمه اول حاجه قلنا ان ال HTML اختصار لكلمه هايبر تكست مارك اب لانجويج؟ تمام. طيب وقلنا كل ده معنا بالتفصيل، بس عايزين نيجي نقف عند شويه المارك اب. قلنا المارك اب حاجه زي الفانكشن او التوصيف في اللغه بتاعتك، حاجات بتعمل وظيفه معينه. طيب ايه الحاجات دي بيسموها ايه؟ قال لي بيسموها التاجز. يعني التاجز دي يعني في تاجز بتعمل وظيفه انها تخلي الكلام مايل، في تاج مسؤوله عنها تظهر ايمج، في تاج مسؤوله عنها تعمل كذا. يبقى دي التاجز بتاعتنا. طيب ازاي بقى بكتب التاج دي؟ لسه هنتعرف عليها، بس عايزين نعرف في الفيديو ده ازاي بنكتبها. قال لي تفتح البير كده وتقفله. طب كده دي بدايه التاج. هل التاج فيها قفله؟ لازم يكون اللي فيها قفله. فقفلتها ازاي؟ تفتح نفس الاثنين بير بس جواهم السلاش. بعمل ايه بعد كده؟ قال لي بتكتب اسم التاج هنا، النيم اوف تاج. نفس الكلام هنا بالظبط، يعني الكلام اللي هتكتبه هنا تكتبه هنا. الفرق بين الاثنين دول، ده بيسموها الستارت تاج، ده بيسموها الاند تاج. الاند تاج بيكون قبليه قبل اسم التاج السلاش دي. ده بيسموه على بعضه كده. يعني التاج اللي ليه ستارت تاج، واند تاج بيسموه المين تاج، واند تاج بيسموه الايه؟ المين تاج. طب هل في تاجات تانية ملهاش قفله زي كده؟ قال لي طب قفلتها ازاي؟ قال لي يعني تقول كده النيم اوف تاج وتقفل التاج كده. قبل ما تقفل التاج دي، قبل ما تقفل البير الثانيه، بتحط قبلها السلاش. ده نوع تاني في تاجات بتتعمل بالطريقه دي، ده بيسموه ايه؟ بيسموه سيلف كلوز او كلوز تاج. ما علينا من الاسماء. يبقى ده اسمه المين تاج وده اسمه السيلف كلوز او الكلوز تاج. طيب كده عرفنا التاجات بتتكتب ازاي. طب ناخد مثال عليهم. قال لي مثلا في تاج حاجه اسمها البي، الباراجراف. بتكتب جوه كده الباراجراف فيظهر الباراجراف عندك في الصفحه. ده كمثال بسيط. طيب
ايه بقى الاليمنت في كل ده؟ قال لي الاليمنت ايه هو الاليمنت؟ قال لي الاليمنت الستارت تاج مع الاند تاج مع الكونتنت اللي جوه التاج، زي الحاجه اللي انا كاتبها دلوقتي كده. ده كله على بعضه اسمه الاليمنت. يبقى الاليمنت بيتكون من 3 حاجات: ستارت تاج زائد الكونتنت اللي في التاج، الكلام اللي انت كاتبه جوه التاج زي اللي هو حاليا الدي ده، زائد الاند تاج. ده كله على بعضه اسمه اليمنت. يبقى الاليمنت فيه الستارت تاج اللي هو ده اتعرفنا عليه، والاند تاج اللي هو اللي فيه السلاش دي، والكلام اللي جوه التاج الكونتنت بتاع التاج، كله على بعضه اسمه اليمنت. طيب كده اتعرفنا على الاليمنت. في حاجه تانية، قال لي في حاجه اسمها نيستد اليمنت. يعني ايه نيستد اليمنت؟ يعني تحط تاج جوه تاج. الشكل بتاعها عامل ازاي؟ قال لي كده يعني مثلا ادي تاج والقفله بتاعت التاج، تكتب جواها كمان تاج وتقفل التاج. انا بكتب على طول التاج بالايه، تاج وتقفل التاج، يعني ده التاج جواها تاج تانية، فده بيسموه حاجه اسمها نيستد اليمنت. يعني وتكتب ايه جوه هنا كده؟ الكونتنت، اي كلام، يعني تكتب اي كلام، مثلا تقول هلو HTML. ده كله على بعضه اسمه نيستد اليمنت. ازاي؟ قال لي التاج دي الستارت تاج. احنا قلنا اي اليمنت بيتكون من ستارت تاج وكونتنت واند تاج. طب بالنسبه للتاج دي، قال لي ده الستارت وده الاند تاج وده كله الكونتنت. طب بالنسبه للكونتنت، الكونتنت اصلا كمان هو اليمنت، يعني الكونتنت ده كله اليمنت. ازاي؟ قال لي ده في ستارت تاج اهو، وفي اند تاج، وفي كونتنت. يبقى ده بيسموها نيستد اليمنت، اليمنت جوه اليمنت. ادي ده كله اليمنت جوه اليمنت تاني. طب بالنسبه للاليمنت ده، فين الكونتنت بتاعه؟ الكونتنت بتاعه الاليمنت اللي جواه. طب الاليمنت ده الكونتنت بتاعه ايه؟ هلو HTML. تمام جدا. يبقى في حاجه اسمها اليمنت وحاجه اسمها نيستد اليمنت. الفكره كلها احنا عايزين نتعرف على الاليمنت اللي هو ايه؟ الستارت تاج وكونتنت واند تاج. تمام جدا. يبقى ده الفيديو ده عرفنا يعني ايه element ويعني ايه tags اللي احنا هنبدأ نتعرفها. طبعا في tags كتير جدا في ال HTML اللي هنتعرف عليها بالتفصيل ممل، بس في الفيديو ده اتعرفنا على element اللي هو الستارت والكونتنت والاند، وفي حاجة اسمها nested element. وتعرفنا ازاي بتكتب التاج في ال HTML، وعملنا حاجة بسيطة اللي بتظهر عندنا hello HTML and CSS اللي كتبناها من شوية. اتمنى يكون الدرس واضح وعجبكم، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم.